هتكلم عن حاجات مهمة اوي الفيديو ده. اولا، انا حاليا زي ما انتوا عارفين الدراسة ابتدت تقرب، يعني باختصار انا حاليا في اهم سنة دراسية في حياتي كلها، فانا هنشر فيديوهات عادي اقول فيها رأي عن كرتون او اي حاجة زي ما انا بعمل دلوقتي. لكن لو حد كتب مثلا اسم كرتون مثلا انا ما اتفرجتش عليه او ما اعرفوش، ممكن ما اقدرش اعمل عنه فيديوهات حاليا بسبب ان انا في اهم سنه دراسيه في حياتي كلها، فممكن الموضوع ده ياخر شويه ان انا اتفرج على كرتون لان مش هيبقى عندي وقت. بس هو انا هعمل عنه، يعني اي حد بيكتب لي اقتراح فيديوهات شكرا قوي ليكم، وهعمل عنه بس لما يبقى عندي وقت. ممكن في اي وقت اعمل عنه او ممكن بعد وقت طويل اعمل عن الفكره دي، بس انا كده كده هعملها. انا مش بتكلم عن الكرتونات اللي انا عارفاها، يعني في ناس بتكتب لي اسماء كرتونات كتير قوي انا عارفاها واقدر اعمل لكم عنها فيديوهات، بس الكرتونات اللي انا ما اعرفهاش او ما اتفرجتش عليها او ليها اجزاء جديده دي ممكن تاخد مني شويه وقت، لاني حاليا مش هيبقى عندي وقت خالص ان انا اتفرج على كرتون او اي حاجه من كده. ثانيا، في ناس سالتني عن سني او في ناس بتحس ان صوتي طفولي شويه. انا قررت اقول لكم سني. انا سني 18 سنه. حد هيقول لي ازاي 18 سنه وصوتك كده؟ إيه عادي حضرتك، اظن انا وانت ما اخترناش صوتنا، فالصوت مش هو عموما اللي بيحدد السن، يعني ما اعتقدش ان حد هتسمع صوته هتعرف سنه كام، يعني دي حاجه عاديه جدا. غير ان انا صوتي بيتغير شويه في التسجيل، يعني صوتي في التسجيل بيبقى مختلف عن صوتي الواقعي شويه، بيبقى فيه اختلاف. صوتي في التسجيل بيبان طفولي اكتر، يعني مش عارفه ليه بصراحه. لو في حد كلمته مباشره يعني من غير تسجيل بيكون صوتي مختلف شويه. فلو اي حد حابب يقترح كرتون او اي حاجه، انا بحب جدا ان انتوا تقترحوا رايكم، شاركوني رايكم لو انتوا عايزيني اتكلم عن كرتون او اي حاجه. انا هشوف اذا كان الكرتون ده انا عارفاه هقول رايي عنه، لو انا مش عارفاه ممكن اقول رايي عنه بس بعدين شويه، يعني لما يبقى عندي وقت. فانا عملت الفيديو ده عشان اقول لكم ان انا في سنه دراسيه مهمه، وكمان للناس اللي كانت عايزه تعرف انا عندي كام سنه، انا عندي 18 سنه. وشكرا، باي باي.